السلام عليكم يا ناس، يا موحدين بالله، حرام عليكم هتموتونا. لما كزبره زي كده تعمل لي انا حساسيه، تدمرني، تدمر الجيوب الانفيه، تعمل عندي مشاكل ربما تؤدي الى سرطان. لما ده خبيث ورديء يا جماعه ليه بنشتريه؟ طب ما الكويس اهو، الكويس اهوت يعني الحلال باين والحرام باين، كل حاجه باينه قدامك اهو. ده الحلال وده الكويس وده النظيف اهوت. دي الكزبره البيضاء اللي ما فيش فيها اي اتربه ولا فيها اي حاجه، ودول كزبره استغفر الله العظيم الزباله السمراء اللي كلها اتربه، لما بينزل عليها الندى بتسمر كده بتحمل اتربه. هتموتونا، ارحمونا بالله عليكم. حذرنا مره واثنين وثلاثه. الكزبره سمراء عند العطار اوعى تشتريه، لو هيقول لك خد الكيلو ب 10 جنيه اوعى تشتريه. الكزبره النظيفه والكويسه اهي، معلش لازم ازعق فعلا في الفيديو ده. ارحمونا بالله عليكم، اولادنا خلاص اتدمرت، وانت كعطار اتقي ربنا يا اخي، اتقي ربنا. بلاش تبيع من الكزبره دي للمستهلك، بلاش تدي الكزبره ده كويس، الابيض اللي بقولك ده كويس، ولكن النوع ده هو زفت الزفت ورديء جدا. كل ما تلاقي الكزبره ومعاها اسمر كده ابعد بالله عليك عليه، بالله عليك ابعد، لان كلها محمله ديت. صاحبها بيسيبها بالليل في الندى، الندى بينزل عليها والاتربه بتيجي عليها والجراثيم والبكتيريا بتيجي عليها، والندى بيقوم نازل عليها، وتاني يوم الشمس بتقوم منشفه الندى، بتفضل الجراثيم والاتربه والوساخه كلها موجوده عليها، وسيادتك بتيجي كده بمنتهى البساطه تقوم واخدها وطحينه وعتها لاولادك. يعني انت بتدي لاولادك سم قاتل. طب ما هي كويسه وبيضه وشفافه وشامعه وبيضه جميله قدامك اهي، ليه بتبعد اولادك عن الحاجه الكويسه؟ يعني اقول لك ايه اكتر من كده؟ حرام عليكم. الجراثيم ما عادش عندنا مناعه، والله العظيم ما عاد عندنا مناعه. مشاكل الجيوب الانفيه، مشاكل السرطانات اللي موجوده، ومشاكل الرئه وضيق التنفس والضعف الضعف، كل حاجه فيها مشكله مرتبطه بالمناعه. اقسم بالله ربما تكون من شويه كزبره جايبه من عند عطار ما عندوش ضمير. شايفين يا جماعه الشغل عندنا عامل ازاي؟ شايفين الحاجه الكويسه؟ ما الحاجه الكويسه قدامك اهو بسعر اقل من بره. ابعد كل البعد عن الحاجه الرديئه. لما تلاقي الكزبره سمراء كده بالله عليك يا اخي، لله لوجه الله اوعى تشتريها. لو قال لك ب 10 جنيه، لو قال لك ب 10 جنيه اوعى تشتريها، وابعد كل البعد عن الكزبره السمراء ايا كان، حتى لو بلدي. حتى لو بلدي، لو بقول لي ده هي هندي وبيضه ومتربيه وجايه من يا سيدي، لو جايه من عندي كفره، لو جايه من عندي يهود، لو جايه من عندي يهود وكويسه وهتنفعني خدها. ودهيت لو جايه من عند مسلمين، لو جايه من عند مسلمين كمسمى مسلمين وسمره اوعى تاخدها. اكل ودخل بيتك اللي هينفع اولادك، اللي هينفع اولادك مش هيضر اولادك. نصيحه لله، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. بحبك في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.